في ليلة هادية زيادة عن اللزوم، كأنها الهدوء اللي بيجي قبل العاصفة. مصر كانت بتتحرك، محدش شايف، محدش سامع، بس في الجو فوقينا كان في صوت بيقول إن في حاجة كبيرة بتتجهز. البلد كلها نايمة إلا سلاح الجو. اللمبات الزرقاء في قواعد الطيران كانت منورة، والمهندسين عمالين يلفوا حوالين طيارات شكلها مش غريب، لأ، جديد، لامعة، لدرجة تحسها خارجة من مصنعها من نص ساعة. والطيارين واقفين صف واحد، لابسين الخوذ، سايبين عيونهم مركزة على السماء، كأنهم مستنيين إذن بالانطلاق. الناس فوق بتوع التخطيط كانوا قاعدين على مكاتب خشب قديمة، بس بيبنوا مستقبل جديد. واللي تحت على الأرض كانوا سامعين إن في حاجة جات، الرافال الجديدة. النسخة اللي فرنسا كانت مقفلاها بإحكام فتحوها لينا، وطيارات الأباتشي اللي كانت حلم زمان بقت بتدخل الخدمة كأنها راجعة من معركة وعاوزة تكمل. وانت ماشي في القاعدة تحس إنك داخل فيلم، صوت خطوات، صفارات خفيفة، وباب بيجي منه نور جامد. ولما يقرب النور ده تلاقي طيارة رافال طالعة من الهنجر، متجهزة بصاروخ ميتيور اللي لو اتقفل عليك يبقى خلاص مفيش رجوع. الجو نفسه كان بيقول استعدوا، حدود مولعة، دنيا بتتشقلب، وكل طرف بيعد رجاله. بس احنا لا، احنا بنعد سماء كاملة، طيارات جيل رابع ونص ومشروع جيل خامس جاي من بعيد، وصوت بيقول احنا مش داخلين حرب، احنا بنمنعها.